السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي مدير الجامعة أستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، فضيلة وكيل الجامعة أستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد الشركة فضيلة وكيل جامعة الشؤون التعليمية، فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، فضيلة وكيل الجامعة للتطوير الأستاذ الدكتور محمود قدر، فضيلة عميد شؤون الخريجين الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأحمدي، أصحاب الفضيلة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وكلية الحديث، أيها الإخوة الطلاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم هذه الليلة في ليلة من ليالي كلية الحديث الشريف التي اعتادت أن تقيمها في كل عام دراسي للاحتفاء بطلابها الخريجين الذين بعد أيام قليلة إن شاء الله سيتجهون ويعودون إلى بلدانهم دعاة إلى الله جل وعلا، ويبدأون أداء الأمانة التي ائتمنهم الله عليها بعد أن نهلوا من هذا العلم الشريف في هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة، في هذه الجامعة المباركة أيضا الجامعة الإسلامية. صاحب المعالي مدير الجامعة، أود أن أبشركم بأن الجامعة بحمد الله، بأن الكلية بحمد الله وفضله وكرمه تسير من حسن إلى أحسن، وهذا كله بفضل الله أولا وآخرا، ثم برعاية معاليكم وتوجيهاتكم السديدة. الكلية الآن في هذه الفترة طلابها يزيد على 1000 طالب من برامج البكالوريوس والدراسات العليا. كذلك الكلية ببرامجها بحمد الله متميزة في شتى المجالات، سواء ما كان ذلك في البحث العلمي والدراسات العليا أو ما كان ذلك على مستوى البكالوريوس في الكلية. طلابها بحمد الله نفاخر بهم، وخير مثال على ذلك أن جميع مشاركات كلية الحديث على مستوى الجامعة أو على المستوى المحلي أو الداخلي أو على مستوى الجامعات في دول الخليج يحصلون على المراكز الأولى بحمد الله، ولا أدل على ذلك من أن طلاب كلية الحديث حصلوا على مراكز متقدمة في هذا العام، المراكز الأولى سواء في الحديث أو في مصطلح الحديث أو في مسابقة القرآن الكريم أو في المسابقات الأخرى، وأيضا في مؤتمر التعليم العالي. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود إخواني أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس. أنا لا أود أن أطيل عليكم، إنما هي كلمات يسيرة، واسمحوا لي أن أوجه كلمتي إلى هؤلاء الخريجين هذه الليلة الذين نحتفي بهم. أنتم أيها الإخوة الطلاب الخريجون بعد أيام قليلة ستتركون هذه الجامعة وتودعونها وتعودون إلى بلدانكم دعاة إلى الله جل وعلا لأداء المهمة التي أتيتم من أجلها. أنتم جئتم إلى المدينة النبوية لأجل طلب العلم الشرعي، وقد تحقق والحمد لله، فقد نهلتم من الخير الكبير، سواء ما كان ذلك على أيدي مشايخكم في هذه الجامعة أو ما كان ذلك على أيدي المشايخ في الحرم النبوي وفي غيرها كذلك من حلقات العلم. فعليكم أمانة يجب أن تؤدوها وأن تقوموا بها على أحسن وجه. وأوصي نفسي وإياكم أولا أن نتقي الله جل وعلا في هذه الأمانة التي استرعانا الله إياها، أن نؤدي هذه الأمانة بإخلاص لله جل وعلا، لا نبتغي بذلك دنيا ولا نبتغي بذلك منصب ولا نبتغي بذلك سمعة أو مكانة عند أحد من الناس، إنما ابتغاء وجه الله تعالى. وإذا كان الإنسان قد أخلص نيته لله سبحانه وتعالى فإن الله سيفتح له طرق الخير وييسر له ذلك بإذنه تعالى، ويعطيه ما يرجو وما يؤمل، سواء ما كان ذلك في الدنيا وما عند الله كذلك في الآخرة. أود أن أنبه إلى شيء، أن هذه المهمة التي أتيتم من أجلها يجب عليكم أن تقوموا بها وأن تؤدوها، لأنكم أتيتم لطلب العلم وتعودوا إلى بلدانكم دعاة إلى الله جل وعلا. لأن الملاحظ أن بعض طلاب العلم عندما يتخرج من الجامعة يعود إلى بلده، ثم بعد ذلك ينتهي ويبتعد عن العلم الشرعي وعن طلب العلم الشرعي، فإذا بك تفاجأ عندما تراه في بعض البلدان وتجده ويخبرك بأنه من خريجي الجامعة،
تستغرب أن هذا كان يوما ما يدرس في الجامعة الإسلامية وفي المدينة النبوية. أنا أربأ بكم أن تكونوا من هؤلاء. يجب أن كل واحد منا يقوم بهذه المهمة، وعليه أن يجتهد فيما يعرف، وإذا كان هناك من الأمور ومن المسائل التي تخفى عليه فيجب عليه أن يسأل أهل العلم. ونحن بحمد الله في زمن أصبح التواصل فيه سهل، يمكن أن ترفع سماعة جوالك وتتصل على أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وتسأله عن المسائل التي لا تحسنها أو لا تستطيع أن تفتي فيها. فعليكم أن تتقوا الله في هذا الجانب، وألا تفتوا إلا بما تعلمون، وإذا كان قد أشكل عليكم شيئا من هذا أن تسألوا أهل العلم فهم متوافرون بحمد الله جل وعلا. أمر آخر يجب على الجميع أن يتنبه له، وهو أنني أحذر نفسي وإخواني من الوقوع في الانقسامات والنزاعات والصراعات الفكرية التي لا تأتي بخير، وعلينا أن ننتهج منهج الكتاب والسنة، وأن نترسم ذلك الطريق وأن نسير عليه، لأن هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما الدخول في المهاترات وفي النزاعات وفي الطعن في الناس وفي أعراض الناس فإن هذا يذهب العلم الذي قد تعلمتموه. وبهذه المناسبة فإن أحد الإخوة من أعضاء هيئة القسم الكلية أرسل لنا اليوم رابط نصيحة لصاحب الفضيلة مع صاحب المعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، هذه النصيحة موجودة على موقعه الرسمي. فعندما رأيتها سبحان الله رأيت فيها فعلا أمرا ينبغي أننا نشير له ولو أن بشيء يسير من ذلك، لأنها هي نصيحة لي أولا ولإخواني. يقول الشيخ في معرض كلامه عن التحذير من الانقسام والنزاعات، فيقول حفظه الله: فيا طلبة العلم ويا شباب أهل السنة، دعوا هذه الانقسامات والنزاعات، وليكن الولاء والبراء بينكم على الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واعملوا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، واحذروا من دسائس الأعداء والمنافقين، فإنكم في زمن الفتنة التي لا عاصم منها إلا الاجتماع فيما بينكم على كتاب الله وسنة رسوله، وتلقي العلم عن العلماء الراسخين الربانيين. وأنتم يا معشر العلماء والمدرسين اتقوا الله ووجهوا طلابكم إلى الوجهة السليمة والمنهج الصحيح والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، وحذروهم من الانقسامات والمهاترات والانشغال بنشر العيوب وستر المحاسن، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن بعض المدرسين يحرض على الفرقة والاختلاف ويسب هذا ويمدح هذا بغير حق ولا يهتم بشرح الدرس الموكل إليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. أختم كلمتي بالدعاء لكم جميعا بالتوفيق والسداد. وأود أن أنبه في آخر هذه الكلمة أن الجامعة قد أنشأت عمادة للخريجين تعنى بكم وبشؤونكم، فينبغي على الجميع التواصل معها، وهي تقوم بجهود مشكورة. خير دليل على ذلك هذا المؤتمر الذي قبل أيام يسيرة انتهى في رحاب الجامعة، وهو مؤتمر الخريجين من أوروبا والأمريكتين وأستراليا، والجامعة تقيم هذا المؤتمر في كل عام بالتناوب بين القارات العالم. أرجو لكم مزيدا من التوفيق والسداد، وأن ينفع الله بكم، وأن نراكم علماء عاملين في هذه البلدان التي قدمتم منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.